معالي السيد علي من الشبق الغربي. الفرق اللي اسمه عودة بيقع عندنا من شهرين. طبعا كل ما تحت الناس تتكلم علينا كتير، وشوه سمعتنا في البلد وما في شيء، وبقى تخش عند والدي هو وبتاع وما فيش حد، والناس تتكلم علينا كتير. طبعا قلت لياسر عايزين نخلص من عودة، عشان الناس الناس بتتكلم علينا كتير، واحنا ناس فقراء ولا معانا سلاح ولا معانا بتاع. هنجيب صغيرتين بنج وهناخده في الحتة في مروان ونشربهم، وتروح تجيب جاز وصرار ونخلص منه. قعدنا ولفينا، لفيت انا الصغيرتين، دي الصغيرة للعودة، دي الصغيرة عودة يشربها، ورحت انا مديله بالحجر على دماغه، اديته بالحجر على دماغه، راح يسرح مكمل عليه. طبعا انا جيت ارش عليه البتاع عشان الجاز عشان نولع فيه، الناس طلعت علينا بالعزبة، طلعنا نجري. خالد رشدي مسلم قاعد جنب جامع ابو المليك. قابلت مرات عمي، بقول لها يا مرات عمي وعود عاوز منك ايه؟ قالت لي ده عاوز اتجوز، ده كل دقيقة فضحني في الشارع، كل دقيقة بيجي يخبط عليا. سبت مرات عمي، قابلني مين؟ علي ومرعي. بقول لهم انتوا رايحين فين؟ قالوا ده احنا رايحين نجوز عودة. قلت له هو رايح واللي في الشنطة دي؟ قال لي كاراتيه وحاجة ساعة. بقول له طيب هو اللي رايح يخطب هياخد حاجة ساعة؟ قال لا ده احنا هناكلهم. جينا دخلنا من سكة الدليل، بقول له تعالى نطلع من السكة السكة العمار بتاع المحطة. قال لا تعالى نمشي من هنا عشان البيت قريب من هنا. جه في حتة قعد ما راح نطشب قلب الطوب، هو نطشب قلب الطوب، انا رحت سايبه وجاري. ده مين اللي خبط مين؟ هو علي بقى خبط مرعي. رحت سايبه وجاري. الحتة دي فين؟ الحتة دي بين بربوان وبين الشوق، قصاد ورشة ابو خليفة كده. رحت سايبه وجاري، ما شفتوش، سرحت وجيت قالوا لي ده عودة ميت.